أهلا بيكم في كبسولة لطف. البودكاست اللي فات سمعنا سوا اليابسة الرابعة، والبودكاست دوت هنسمع اليابسة الخامسة. بس ما تنسوش قبل ما نبتدي تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل يابسة جديدة، وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. اليابسة الخامسة، قفص الأنانية. الأنانية مش في إنك تحب نفسك، كلنا بنحب نفسنا. الأنانية هي إنك ما تحبش غير نفسك. في مرة كنت بتكلم مع أحد أصدقائي عن التضحية في الحب، وإن الحب قايم على العطاءات اللي احنا بنقدمها والمجهود اللي احنا بنبذله في سبيل إسعاد بعض. بندخل سباق اسمه أنا بحبك أكتر، سباق الفصل فيه للأفعال فقط لا غير. كل واحد بيأكد محبته للتاني عن طريق تصرفاته والحاجات اللي هو على أتم استعداد يخسرها عشان يكسبه. قلت له ان التضحية هي انك ما تختارش نفسك، ما تبقاش بتدور على سعادتك على حساب شريك حياتك، وتبقى عارف ان الحب اخد وعطا. مش معنى كده انك تبقى بتدي عشان تاخد او عشان مستني مقابل لتضحياتك، لكن معناه انك ما تتعودش انك تاخد وبس. الانانية ممكن تبقى حد بيحبك بامتلاك، حد فضل يجري وراك لحد ما طالك وعلقك بيه وفجأة حس ان خلاص اللعبة خلصت. الأنانية ممكن تبقى شخص بيحبك عشان انت بترضيه، مش بيحبك انت قد ما بيحب اللي بياخده منك. الأنانية ممكن تبقى شخص عايزك ليه لوحده، عايز يحبسك في قفص الوهم ويقولك أنا خايف عليك، يوهمك ان العالم كله بيكرهك وهو الوحيد اللي بيحبك. بيخليك من دون ما تشعر تدخل في فخ وتشوف الناس كلها وحشة وهو اللي حلو. ساعتها مهما الناس حذرتك منه بتعمل نفسك مش شايف ومش سامع كل أجراس الإنذار اللي بتضرب حواليك. بعد ما تكتشف انك اتخدعت فيه بتقول يا ريتني. وده لأن اللي بيخاف على حد بيديله مساحته، مش بيقيده، مش بياخده من الناس اللي حواليه، مش بيشكله على مزاجه. اللي بيحب حد بيحبه زي ما هو من غير ما يخنقه أو يحسسه انه مربوط. الحب مش فرض سيطرة ولا ديكتاتورية قايمة على أمر ونهي، مش تحكمات في أسلوب حياة أو طريقة تفكير. الحب هو إني أخاف عليك بس أبقى سايبك براحتك، أحذرك من الغلط ولما تغلط مش هشمت فيك ولا هعلق لك مشنقة، بالعكس أنا هاخد بإيدك وهبقى حريص إنك ما تكررش غلطتك دي تاني. هقف جنبك مش هقف قصادك، هكمل معاك مش هكمل عليك، هاخد رأيك وهسمعك وههتم بكل كلمة بتقولها، هحسسك انك ليك قيمة ودور في حياتي، مش هخليك مجرد ظل ليا، مش همحي شخصيتك عشان اظهر شخصيتي، ولا هتباهى بانك ما بتكسرش كلامي. الحب يعني اعمل اللي يريحك وابقى حريص على صورتك قدام الناس، ما اجرحكش بكلمة ولا اقلل منك عشان ابان مسيطر عليك او متحكم فيك. الحب يعني احترام متبادل، يعني ابقى عارف ان ليك شخصية مستقلة واحترم رغبتك في ان يكون ليك كيان وعندك حلم وليك رأي من حقك تقوله حتى لو انا مش مقتنع بيه. الراجل الحقيقي عمره ما هيخاف يرتبط بست قوية او عندها شخصية، وده لانه واثق في قدرته على احتوائها، وهي كمان عارفة ان المركب ليها رئيس واحد، ووقت الجد والأزمة مش هتراجعه في رأيه وتقف جنبه وتبقى بمليون راجل وصاحب. عشان كل ده يحصل لازم تبقى عارف ان حبيبك على ما تعوده، وده لاننا احنا اللي بنصنع انانية اللي بنحبهم، احنا اللي بنتمادى في العطاء لدرجة انهم بينسوا اننا لينا حقوق، احنا اللي بنقدم تنازلات لا حصر لها لمجرد اننا عايزين نرضيهم، بنحصد نتيجة التنازلات دي خذلان وندم. احنا اللي بنقدم فروض الطاعة اللي بتخلينا عايشين في بروازهم وبشروطهم هما، بنحبهم اكتر من نفسنا فبيحبوا نفسهم اكتر ما بيحبونا. ساعتها الغرور بيملاهم وبيتحولوا لاشخاص تانيين، بنتصدم فيهم وبنحس اننا اول مرة نشوفهم، وبنرجع نقول لنفسنا مش ممكن يكونوا هم دول اللي حبيناهم في الاول. انتوا في سؤال مهم بيقول هم اتغيروا بالوقت ولا هم كانوا كده واحنا فوقنا متأخر؟ الحقيقة انهم اتغيروا، محدش بيتولد اناني ولا حد بيدخل حياتك بيبقى عايز ياخد وبس، لكن اللي بيحصل هو ان في حد اتعود على جرعة معينة من التضحيات لدرجة انه مبقاش يشوف تعبك تعب حقيقي، بقى شايف ان ده الطبيعي، وانك لو ما عملتش كل اللي تقدر عليه عشان ترضيه تبقى انت اللي مقصر وانت اللي غلطان، وانت وقتها بتبقى هتتجنن. ازاي اتشاف مقصر وعامل كل اللي اقدر عليه وازيد؟
ازاي ابقى بعمل كل ده وباجي على نفسي للدرجة دي وانت مش مقدر؟ خصوصا اننا لو رجعنا شريط الاحداث هنلاقيه ما عملش عشانك العادي في الوقت اللي انت عملت عشان المستحيل. ياسمين انا مش عايز اكمل، انا اتخنقت، مش هقدر ابقى بطل الفيلم بتاعك، مش عايز اتعبك معايا اكتر من كده. صدقيني انا حاولت بس حاسس ان انا بزق في حيطة، كده احسن. طبعا كفاية عليك كده، لحسن تفوتك حاجة احسن مش كده. على فكرة انت ما بتفكرش غير في نفسك، انت عمرك ما حبيتني، انت عمرك ما حبيت اي حد. اللي مجنني ان الناس كلها كانت عارفة حقيقتك الا انا مصدقتهمش ودافعت عنك. ياسمين انا مضحكتش عليكي، يمكن في الاول كنت كده، بس لو كملنا مع بعض مش هقدر ابقى مخلص، وانا مش عايز اعمل معاكي كده، ومع ذلك انا عمري ما خنتك ولا حتى فكرت. لا برافو، ما كنتش اعرف انها تضحية كبيرة بالشكل ده. على فكرة انت صعبان عليا قوي، انت قعدت تجري ورايا شهور علشان توصل لحاجة واحدة بس، مع ان كان عندك كل حاجة. على فكرة انا مش ندمانة عشان الحب اجمل حاجة في الدنيا، وانا حبيتك بجد واستمتعت بكل لحظة حب فيها. كنت حاسة اني طايرة وكنت فرحانة، انت كنت كل حاجة في حياتي. بس علشان تبقى فاهم بقى، انا هخرج من هنا وهقدر الاقي حد احبه واديله كل حبي وهو هيقدرني. بس انت قدامك سكة من الاتنين، يا هتموت لوحدك يا هتعيش مع واحدة مش طايق تبص في خلقتها. بس اللي انا متأكدة منه بقى انك عمرك ما هتعرف الاحساس اللي انا عشته. وقتها بتحس بأقسى انواع الخذلان، بتحس ان تعبك كله راح على الارض. عقلك بيقف عند لحظة معينة بتبقى مش عارف اللي انت عملته ده صح ولا غلط، وهل كان لازم تختار نفسك وتحب بعقلك، وهو الحب بالعقل ده يبقى اسمه حب؟ ممكن في لحظة زي دي تكره نفسك، تكره قلبك اللي بيحب من غير فرامل، وتقول كان عقلي فين وانا بعمل كل ده في نفسي، وازاي مشيت السكة دي للآخر، وازاي وافقت اكمل في علاقة قايمة على تعبي انا بس. تبص وراك تلاقيك ما خدتش غير وجع قلبك، ويصعب عليك كل المرات اللي قطعت فيها من روحك واديته. بيبقى زيك زي اللي حط تحويشة عمره في مشروع وخسرها. الأنانية مشكلة حلها الوحيد انك تتعلم امتى تبطل تدي، امتى تقول لا، انا مش هاجي على نفسي تاني، انا لازم اخد موقف. اول ما تحس انك في علاقة بتاخد منك اكتر ما بتديك، امشي، انت الكسبان، وإلا هتفضل طول عمرك تزرع في ارض بور. اللي بيحب نفسه اكتر منك يبقى ما بيحبكش، ما يستهلكش. اللي ما يحطكش اختيار اول في حياته ما ينفعش يفضل في حياتك لحظة واحدة. عارف انك هتتعب شوية وهتعاني من اعراض الانسحاب، بس الخسارة القريبة دلوقتي احسن بكتير ما تعيش تبني في حد بيهدك. الحب يعني احنا، يعني انا اتعب عشانك وانت تقدر تعبي، تحس بقيمة اللي بعمله، تبقى ممتن لتضحياتي. ساعتها انا هعمل المستحيل وانا شايف انه عادي، وهحس اني بتعب عشان الشخص اللي يستاهل. الدنيا مش هتقف على حد مهما كنت بتحبه، وكل الناس ممكن حالها يتصلح الا الاناني ما بيحبش حد، وعشان كده ما يستاهلش ان حد يحبه. وبكده هنكون سمعنا اليابسة الخمسة. متنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل يابسة جديدة، وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات.